اهلا بيك يا حبيب عم رائد في سلسله كاس العالم. تفتكر ليه براندات بتدفع ملايين عشان تحط اسمها او اللوجو بتاعها لمده ثواني في الملعب؟ الموضوع مش مجرد دعايه، دي اكبر صفقه استثماريه في الكوكب. كاس العالم بيشوفوا اكتر من نص سكان الارض، يعني شركاء الفيفا الدائمين زي كوكاكولا واديداس وفيزا بيضمنوا ان هم يوصلوا لمليارات الناس في لحظه، وصول مستحيل اي دعايه تانية تحققه. وفي كاس العالم الحالي 26 الاستثمار بقى ضخم جدا. على سبيل المثال شركات زي لينوفو دخلوا كشريك تكنولوجي حصري، شركه هيونداي وكيا سيطرت على قطاع النقل، وبنك اوف امريكا واخد خدمات المصرفيه بالكامل. الشركات دي مش بتعلن، الشركات دي بتستحوذ على البطوله. الاستفاده هنا مش بس شهره، دي ارباح فوريه وارتباط عاطفي بالبراند. بس استنى يا حبيب عم رائد، الذكاء الحقيقي مش بس في الملايين اللي بتدفع. انا بقى هقول لك ازاي في شركات ما كانوش رعاه وقدروا يعملوا دعايه جامده جدا من غير ما يدفعوا ولا مليم. وزي ما عودك عم رائد بالافكار المبتكره الجديده، انا عامل لك في كاس العالم سلسله من الفيديوهات هقول لك فيها على ازاي براندات ما كانوش رعاه وقدروا يستفادوا من كاس العالم ويحققوا ارباح بالملايين. استنى القصص في الفيديوهات اللي جايه وقول لنا في التعليقات متوقع مصر توصل لحد فين.